بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفتح. حلقة جديدة وتأملات على الشأن. راجل يملك عربية، موظف، مستثمر، أي راجل ست، أي حد مع عربية، مثلا عربية يحصل فيها عطل، يروح الميكانيكي يفضل يفحص في العربية ويشوف العيب فين يوم واثنين وثلاثة وأربعة. وفي الآخر الراجل صاحب العربية يجيله الميكانيكي يقول له في قطعة غيار ناقصة في العربية، ويساب كل المشاكل، والقطعة الغيار الناقصة في العربية نادرة السوق. في هذا الحال طبعا الراجل يزعل صاحب العربية ويعرف إن هو مصالحه هتتعطل وحياته هتصاب بالارتباك. ده برضه اللي بقوله في مسألة الشعب المصري. في حلقة مفقودة، يعني في قطعة غيار ناقصة في العربية، في حلقة مفقودة في شخصية الإنسان المصري لابد من إيجادها. ودي حلقة مفقودة، وإزاي نعالج هذا العطل اللي أصاب العربية، وكذلك أصاب عقل ونفسية الشعب المصري. ده اللي هنناقشه في هذه الحلقة. 67 تثبت إن في شرخ مفر في الشخصية المصرية. 25 يناير تثبت إن في خلل ما، يعني حاجة غريبة، حاجة ناقصة، يعني حاجة. ده 25 يناير 2011 و5 يونيو 67، حادثتين حصلوا في تاريخ هذا الشعب المصري يثبتوا إن في شيء غلط وهناك حلقة مفقودة. يستعجب البعض إن أنا حاليا هحاول حاجة الناس تستغرب لها، حضراتكم هتندهشوا منها. إيه هي؟ الشعب المصري في كتير جدا من الشعب الأمريكي. مسألة ظروفه المحاطة بيه، واستشهد على كده بثلاث أشياء تدل على الشعب المصري يشبه كثيرا الشعب الأمريكي. أول حاجة إن اليهود هم قليلة في أمريكا، اللي حكموا في الاقتصاد الأمريكي، اللي حكموا في الميديا، في الإعلام، السياسة. نفس اللي بقى نشوف التشابه بقى، نفس اللي في مصر اللي هو البلطجية بيتحكموا للأسف في مقادير هذا البلد. ويشهد على ذلك مسألة إن رئيس النظام أفرج عن كبير البلطجية بعفو رئاسي، وهو الرجل اللي عامل امبراطورية للمخدرات وتهريب سلاح، وعامل قصر حوالي كلاب بوليسية وأسلاك شائكة وبلطجية بيحموه. الذي هرب في أحداث 25 يناير هذا البلطجي الكبير. حاجة غريبة، والموضوع انتهى من سنة تقريبا سمعنا إن هذا البلطجي بعد ما أفسد في الأرض وعلى في الأرض اشترى شركة أمن من وزارة الداخلية ب 12 مليون دولار. حكاية تحكم. بس التشابه مع أمريكا اللي فيها اليهود نفس الحكاية، هنا يهود وهنا بلطجية. ده أول تشابه. تاني تشابه، نيويورك، نلاقي القاهرة ونيويورك في كثافة سكانية عالية. أعتقد إن في نيويورك تقريبا مش أقل من 8 مليون. يعني برضه بتحصل نفس المسألة، الاختراقات المرورية والخناقات والسلوك في نيويورك. الناس حاجة ما تجيش تستغربوا لها. الناس في نيويورك اللي هي تعتبر أهم مدينة في أمريكا، بالذات الناس اللي عايشين الاختراقات المرورية وكذا وكذا، ليهم نفس السلوكيات. الناس المصريين في القاهرة بالذات اللي في الاختراقات المرورية. دي حاجة تانية، إن في أحياء كتيرة في نيويورك في أمريكا فقراء جدا، وبالذات في شيكاغو. وشبههم بقاع المدينة اللي عندنا اللي موجود فيه هذا القاع اللي هو في عزبة الصحيح، عزبة القرود، عزبة الحشيش، عزبة الكاوي.
الناس اللي بتخشها البكابورت بيخشوا بيوتها، ناس عايشين تحت يعني تحت الصفر، يعني تحت خط الفقر، يعني مش هنا في فقراء. نيجي بقى للتساوي الأهم، هو التساوي اللي هو أهم حاجة في التساوي بين الشخص المصري والشخص الأمريكي. الشخص المصري من حوالي 50 سنة ابتدت عملية الصحافة الصفراء تطلع وتناول الفضايح، يعني والفنانين والطلاق والجواز والحاجات دي كلها. يعني برضه الأخلاقيات انهارت من حوالي 50 سنة في مصر. الباقي الأمريكي، هل نحن نلجأ نفسنا ونعالج نفسنا، نلجأ للوازع الديني؟ إذا ما لجأناش للوازع الديني فبقول بكل أسف إن نص المصريين محتاجين لدعم نفسي، يعني طبيب نفسي. الأمريكي ما عندوش وازع ديني فبيستبدله بالذهاب إلى استشاري نفسي، كل 3 من 5 في أمريكا، دي إحصائية، يتوجهوا للطبيب النفسي ولا الاستشاري النفسي. دي حاجة. شوف بقى حاجة تانية. ما دام إحنا كلنا عايزين مصلحة البلد، عايز أقول في ناس حزب اسمهم حزب أعداء النجاح، وهدلل على هذا بحاجة معينة، شيء معين. بعد تولي الحكم مبارك الحكم سنة 81، أحد وزراء الداخلية اللي جم في عهده اللواء أحمد رشدي. الراجل ده من ساعة ما تولى زمام الوزارة عمل إصلاحات جميلة جدًا، عجيبة حاجة يعني، كانت إصلاحات فائقة يعني راجل يعني فعلًا فائقة الجمال والجودة. الواحد يرفع له قبعة تحية له، اللواء أحمد رشدي. خلّى الناس تحترم إشارة المرور، ما يعدّوش إلا في الإشارة كذا وكذا. منع مواكب الأفراح اللي كانت بتصير الصخب والضجة في الشارع المصري. عاد الانضباط الشارع المصري والمجتمع المصري، والمجتمع المصري يجب إنه يفخر بوجود هذا الوزير، الرجل المحترم الشريف الطاهر اليد. طبعًا يعني شوفوا بقى حاجة هاقول لكم إزاي في حاجة اسمها حزب أعداء النجاح. يعني طبعًا هو تولى تقريبًا الوزارة سنة 83. حصل 86 وهو أيضًا في الوزارة، حصل شيء اسمه أحداث الأمن المركزي. الناس أصحاب المصالح، الناس المغرضين أشاعوا بين جنود الأمن المركزي إنه هيتمدد مدة خدمتهم تكون 4 سنين بدل من سنتين. انتشرت الإشاعة دي كالنار في الهشيم عند جنود الأمن المركزي. قاموا عملوا أحداث شغب، ودول ناس مسلحين، يعني ممكن الموضوع يؤدي لكارثة. أحداث شغب وحصل مواجهات وكذا وكذا فيما يعرف به أحداث الأمن المركزي. كل ده وأحمد رشدي في الوزارة. فآثر أن يستقيل قبل أن يقيله أحد، وقدم استقالته في سابقة فريدة، لأن أي حد للأسف من الوزراء اللي بيوصلوا للوزارة مستحيل إنهم يستقيلوا. هذا الرجل الشريف النزيه طاهر اليد صاحب الضمير الحي، الراجل المصلح، استقال في سابقة فريدة من نوعها. وأنا أحيي هذا الرجل وأرجو إن هو يكون بصحة وعافية، إن الآن حي يرزق. نيجي بقى الموضوع الكبير وهو مسألة 25 يناير. بينت أسوأ ما في الشعب المصري وأحسن ما في الشعب المصري، أقذر ما في الشعب المصري وأفضل ما في الشعب المصري. أنا باقول إن الناس لو الشرطة، وخاصةً إن قبل هذه الحركة بأيام كان في حادثة تفجيرات في الكنيسة أعتقد في إسكندرية، اتهم فيها شخص راجل أصولي اسمه سيد بلال، اشتبهوا فيه، خدوا الاسم وشكوا فيه، وجات لهم أوامر عليا إنهم لازم
يعترف حتى لو بالإرهاب والظروف القسرية، فضلوا يضربوا فيه إلى أن مات من التعذيب. كان هذا السبب في إن مسألة 25 يناير تقوم الناس الشرفا اللي في أول الأسبوع، الناس الشرفا قاموا بهذا لرد الشرف إلى هذا الشاب البريء الذي لقى حتفه بسبب التعذيب في قسم الشرطة. بعد أسبوع من 25 يناير الناس بقى الناس الحرامية، الناس المغرضين، وأيضا المتحرشين، اللصوص، وحصل اقتحام، محاولة اقتحام المتحف المصري، حصل مسألة حرق المجمع العلمي، حصلت عمليات سلب ونهب، حاجات غريبة. نشوف بقى في الحاجة الجميلة اللي لو كان 25 يناير كلها عيوب، لكن أنا بقول إن هي فيها ميزة واحدة، إن على أثر هذه الثورة أو هذه الحركة شفنا الفيلم الجميل بطولة الفنان أحمد حلمي اللي هو اسمه عسل أسود. زي ما قلت الحركة 25 يناير بقت أقذر ما في الإنسان المصري وأفضل ما في الإنسان المصري. عسل أسود الفيلم ده يعني بيتكلم بنقد بينقد أوضاع المجتمع بصورة جميلة كاريكاتورية تصل إلى نفس بسهولة، تجد قبولا في النفس والناس اللي هم عايزين الإصلاح. وإزاي إن بطل الفيلم اللي كان عاش 20 سنة في أمريكا ورجع لبلده وكان معاه باسبور أمريكي، جواز سفر أمريكي، جواز سفر مصري، ضاع منه جواز سفر أمريكي فضل مصري. الفيلم يتناول هذه القضية، إزاي إن في المطار ضباط أمن المطار، المسؤولين في الإقسام، أمين الشرطة، الناس بتوع استعلانات الفندق، إزاي قوبل بمعاملة مهينة شاذة عندما علموا أنه مصري. في المطار بيتكلموا بطريقة للأسف ضابط الأمن يقول اركن على جنب، ضابط الأمن يقول اركن على جنب بطريقة مهينة. الاسم قال لما جه يخلص مسألة البطاقة الشخصية قال له حاجة غريبة. والناس اللي في الشارع اللي هم بتوع الأمن في الشارع واتسرقت منه الجزمة وهو داخل الجامع. سلبيات في الشخصية المصرية. هذا الفيلم فضحها، حصل فتح لسلبيات الإنسان المصري، ولا بد الإنسان المصري يواجه أخطائه ويواجه مشاكله، وإلا فليذهب إلى الطبيب النفسي كما يذهب الإنسان الأمريكي الذي يحتاج إلى الدعم النفسي. وقلنا إزاي إن في تشابه بين الإنسان المصري والإنسان الأمريكي. نيجي بقى حاجة تانية أختم بها هذه الحلقة في مسألة الجوع الفقر والعوز. طبعا احنا عارفين دلوقتي ان سندوتش الفول قال لها 5 جنيه و7 جنيه اقل حاجه. شوف بقى المفارقه العجيبه اللي سيدهشكم الان، مفارقه عجيبه بين الفنانات. تيجي الفنانه تظهر في الفضائيات تتكلم عن الكلب بتاعها وبتاع كلام من ده. فنان يملك مش عارف فهد في بيته، حاجات غريبه. الاكل اللي حضرتك بتقدميه ده للكلب، سواء كبده مش عارف معموله ازاي ولا ملاحه مش عارف معموله ازاي، بتأدي في الاخر الكلب. في راجل شريف مصري شريف مش لاقي الكلام ده، مش لاقي كبده، مش لاقي انه ياكل اكل الكلب، اكل الكلب مش لاقيه. يعني في مفارقات غريبه. والحلقه دي اللي كانت بعنوان مصر بلد العجائب. ارجو ان تكون قد نالت استحسانكم وأن تعوا جميعا مصلحتكم ومصلحة الوطن، ونكون من الشرفاء كما كان اللواء أحمد رشدي، وجميعا نلجأ الله سبحانه وتعالى عند الشدائد. وألا هل بلغت؟ رواه فاشهد.
أنا البلاغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدنا.